حياة الأمم العظيمة مواقف خالدة ورجال عظام، وفي مصر في شهر أكتوبر تجلت هذه المواقف عندما حرر جيشها البطل أرضها المقدسة ورواها بدماء الشهداء. وفي حب مصر تقدم إذاعة جمهورية مصر العربية قصة واحد من هؤلاء الشهداء الأبطال، قصة الشهيد إبراهيم السيد الرفاعي. بحب مصر بنتلاقى ايادي بتضم ايادي، وكل جيل تحتها بشمس مسك يا بلادي. بحب مصر بنتلاقى ايادي بتضم ايادي، وكل جيل تحتها بشمس مسك يا بلادي. عمر الحريري في دور ابراهيم الرفاعي بالاشتراك مع الممثل القدير عبد الله غيث والفنانة الكبيرة امينة رزق. مهدي للمجد بنمشي وانت بدايتنا وبيتنا، لو الزمان ملمن نمشي ومعاك نوصل لغايتنا. يا بلادي يا بلادي يا بلادي. المعالجة الإذاعية والحوار محمد فيصل عبد المنعم. سيدتي كلمات سيد حجاب، موسيقى والحان عمار الشريعي، غناء محمد ثروت. ابتديتي واديتي وتدور علينا نرد الدين، اديتي مهما تمنيتي يا طيبة يا ام الصابرين. يا بلادي. الإخراج أحمد أبو زيد. حلقات مسلسلة في حب مصر. حب مصر يا بلادي ظلم بلادي، وكل جيل تحتها بشمس مجدك يا بلادي. يا بلادي يا بلادي يا بلادي بلادي بلادي. هو ابوك يا سهير اتأخر كده ليه؟ ده من ساعة ما نزل مع عمك شفيق مرجعش. يمكن راح معاه البيت يا ماما، اصله كان باين عليه عاوز يكلمه في حاجة تخصه، سر يعني. سر ايه بس اللي هيكون عاوز يقوله له يا بنتي؟ والله انا الفار بيلعب في عبي. طب ما تقومي تطلبي عمك شفيق في التليفون كده اسألي عن بابا. حاضر يا ماما. مفيش حد بيرد يا ماما. ايه طيب يا بنتي، اللهم اجعله خير. قومي افتحي، لازم بابا جه. بابا معاه المفتاح يا ماما. لازم نسيه هنا ولا هنا يا سهير؟ يلا روحي افتحي بس. حاضر يا ماما. ايوه جايه. سامة، اهلا يا سامة، ازيك؟ الحمد لله على السلامة. سامة يا حبيبي، ازيك؟ ازيكم؟ ازيك يا ماما حبيبتي؟ امال بابا فين؟ وطوا صوتكم لحسن الشاويش يسمعنا بنضحك كده يكشفنا. ايوه احنا بقى هنا جوه القسم في امان تام. ما هو لا يمكن الانجليز هيفكروا يدوروا علينا في القسم او في التخشيب. بس في نقطة يا جماعة شغلاني. ايه بقى دي يا سي حماد؟ دلوقتي هيفتشونا وطبعا هيلاقوا السلاح اللي احنا مخبيينه في هدومنا. ايوه صحيح. طب وهنعمل ايه؟ ما تقلقوش يا جماعة، الحكاية دي سيبوها عليا. هنسيبها لك يا ابراهيم، بس هتحلها ازاي؟ خليك انت يا سهير يا بنتي، انا اللي هفتح الباب، اصل قلبي مش مطمن. يا رب يكون ابوك يا رب. سيد الحمد لله.
احمدك يا رب، انت فرقتني قوي يا سيد. انت كنت فين؟ تقدر تقول لي؟ طب بس اخش القط نفسي من السلم الاول يا سعاد. والله مالك يا سيد؟ ها؟ مالي يعني ايه؟ هيكون مالي يعني. طيب ما تزعلش، بس انا يعني شايفه انك مش زي عوايدك. في حاجه مضايقاك؟ شفيق اخوك قال لك حاجه زعلتك؟ هيقول لي ايه يزعلني يعني؟ هو ده اللي انا عاوز اعرفه. لا هو انا يعني مش عارفاك. انت زعلان قوي كمان. ايوه والله زعلان يا سعاد، زعلان قوي. الولاد مالهم؟ ابراهيم جرى حاجه؟ سمير ماله ولا يكون سامي؟ سبحان الله، قالت اسامي الولاد كلهم الا سامح. وهسأل عليه ليه؟ تسألي عليه ليه؟ تسألي عليه لأنه ايه يا سيد؟ لأنه استشهد يا سعاد. سامح مات عشان يدافع عننا. لا، سامح حي ما ماتش لأنه شهيد. كلام ايه ده اللي بتقوله يا سيد؟ ده سامح في الحمام. في الحمام؟ لازم تقصدي سامي مش سامح. انت لا يا سيد، سامح هو اللي في الحمام. انت متأكدة يا سعاد؟ ايه اللي متأكدة دي؟ هو انا يعني مش عارفة اولادي؟ اهلا يا بابا. ايه؟ ازيك يا سامح؟ الحمد لله على السلامة يا ابني. انت يا سعليو. ايوه يا شويش. اتفضل قدامي قوم فز. على فين يا شويش؟ سعادة البيه المأمور عاوز. حاضر يا سيدي انا جاي اهو. متهم عواد علي عوادي يا فندم. شكرا. ايه يا سعوان؟ انت ما فيش حد مالي عينك ولا ايه؟ الله، ما بتردش ليه؟ هو انتوا مش مكفيكوا اللي احنا فيه؟ الله. ايه؟ في حاجة يا حضرة المأمور؟ حضرتك بتبحلق في وشك ليه؟ انت مش ممكن، مش معقول. ايه هو اللي مش معقول يا حضرة المأمور؟ انت منين بالظبط؟ انا بطاقتي اهي يا حضرة المأمور من بورسعيد. مش ممكن. تقدر بقى حضرتك تقول لي يا حضرة المأمور ايه هو اللي مش ممكن ومش معقول؟ شبهك الخالق الناطق واحد قريب اسمه ابراهيم السيد رفاعي. ابراهيم السيد رفاعي؟ ماله وماله ده؟ مين ده؟ طب خلاص، هي في البعد. انا هسيبك انت والمجرمين زملاتك في الحجز لغايه ما تتأدبوا. لا يا حضرة المأمور، انا عندي اقوال سرية عاوز اقولها لك. اقوال سرية؟ يعني ايه يا اخوي؟ ايوه اقوال سرية. طب ما تقولها. هو في حد غريب هنا؟ ايوه في. لازم نكون على انفراد انا وانت وبس. طلع الشاويش ده بره. استنى بره يا شاويش شويه. خلي بالك منه يا سعادة البيه، ده مجرم. مش شغلك انت، سيبنا لوحدنا. حاضر يا سعادة البيه. نعم يا سعوات، اتفضل. ايه الاقوال السريه اللي عاوز تقولها لي؟ اهي. عم احمد، انا ابراهيم الرفاعي يا عمي. ابراهيم الرفاعي؟ انا ظني ما يخيبش ابدا. وتقول لي عواد يا ولد؟ انما تعالى هنا، ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ إيه؟ وايه الحكايه بالظبط؟ بسبب التشابه في الاسامي ده يا بابا، واحد زميلي بلغ عني ضمن خسائر الكتيبة. عشان كده لما عمي شفيق فات على القيادة سمع بالخبر ده وجاب بلغكم. يا ابني ده انا عشت ساعتين فاتوا عليا كأنهم ظهر بحال. انا اسف يا بابا. على ايه يا ابني؟ اهو انا برضو اتسببت في حزنك. لا يا ابني، الحمد لله انك رجعت لنا بالسلامة. الف سلامة يا سامح. هو انا ما بقيتش فاهمة حاجة خالص. ابوك داخل يقول لي سامح وانا اقول له ده في الحمام. الحمد لله حصل خير يا ماما. وان شاء الله قاعد معنا قد ايه بقى؟ انا مسافر الصبح بدري ان شاء الله بكره. يبقى تاخدني في سكتك. ليه انت رخرة بقى يا ست سهير؟ ما انا قلت لك يا ماما، انا كنت مسجله اسمي في الهلال الاحمر،
امبارح طلبوني. وهتكوني فين ان شاء الله؟ والله ما انا عارفه يا بابا، انا هقدم نفسي للمركز الرئيسي وهو اللي هيوزعني. وانا اقعد لوحدي بقى بين الاربع حيطان، كل البيت ده فضى عليا. ايه وهو انت شويه يا ام ابراهيم، ده انت مالي عليا البيت. وبعدين ما تنسيش اني قاعد معاكي، ما رحتش الجبهه. ايوه، الله يكون في عونك يا سيد، ده انت طول عمرك في الجبهه. بس يا جماعة، انا قلت للمأمور عاوز اكلمك على انفراد، ورحت قالع الطاقية ورميها على الارض، وهو بصلي كده وجاله ذهول. له حق، ده ابن عم ابوك، ازاي مش هيعرفك يا ابراهيم؟ تلاقيه قال يخلق مش شبه 40. انما ايه رايكم بقى؟ ايه؟ احنا هنا في الاسم احسن حته نداله فيها. طبعا الانجليز مش هيفكروا ابدا يدوروا علينا هنا. يا نهارك ابيض، كل ده يطلع منك يا ابراهيم؟ شوفوا بقى، انا اتفقت مع المأمور اننا نحط سلاحنا هنا في السلاحليك بتاع الاسم، وكل ما نطلع مأمورية ناخده معانا ونرجعه تاني للسلاحليك. على خيرة الله. المهم امتى هنبتدي؟ اهلا يا سامي، اهلا بيكي. ايه محدش شافك من مده، وحشتيني. ازيك يا نادي؟ انت اللي وحشاني قوي. انا كل يوم اقول اهي سامية هتسأل مفيش فايدة. خلاص يا ستي، اديني جيت اهو. ايه الاخبار بقى يا ست نادي؟ اخر الاخبار كالعادة، ما تصرش. برضه حكاية حمدي؟ ايوه يا ستي، حمدي والله شاب كويس، وتتمنى بنات كتير قوي. بلاش هزار يا سامية، ده مش وقته. اديني هتكلم جد اهو. ايه بقى المشكلة؟ ليه مش موافقة على حمدي؟ في حد تاني؟ بصرف النظر ان في حد تاني ولا لا، انا شخصيا ما برتاحش لحمدي وخلاص. حد شريكي يعني. لا طيب حيلك شوية، بالراحة عليا. تقدري بقى تقولي لي ايه شكل فارس الاحلام اللي بتفكري فيه؟ فارس الاحلام اللي بفكر فيه يا سامية، بتخيله راجل شجاع قوي، ما بيخافش ابدا ولا يعرف معنى الخوف. قلبي على ولادي يا سيد، الدنيا فضيت عليا. ان جيت الحق يا سعاد، انا قلبي مشغول على الولاد اكتر منك، لكن اعمل ايه؟ لازم ما يبانش عليا. امال انا لازم اشجعك. مالك سكت ليه؟ ها؟ ابدا مفيش. سهير استلمت في الاسماعيليه. على خيرة الله، ربنا يوفقهم كلهم. ايوه. على فكره، سمير بعت لنا جواب النهارده. فين؟ اهو. أبي العزيز، أمي العزيزة، بعد السلام ورحمة الله وبركاته إليكم آخر أخبارنا. إحنا مرابطين هنا عند نمرة 6 كتيبة كلية التجارة، وبندافع عن الإسماعيلية، وأرجو أن تطمئنوا، مش ممكن عسكري أجنبي واحد هيقدر يعدي إلا فوق جثثنا. روحنا المعنوية عالية جدا، لأننا حاسين إن مصر كلها معانا. وكل يوم بيجي لنا الدكتور حسن من مصر ومعاه علب الهدايا اللي بيبعتها لنا ناس ما نعرفهمش. واحنا في الحقيقة يا ماما حاسين اننا مش لوحدنا، وان مصر دايما محروسة بيحرسها ربنا سبحانه وتعالى. قبلاتي لك يا امي، وسلامي لوالدي العزيز، وطبعا لاخواتي اللي وحشوني جدا جدا، ابراهيم وسامح وسامي. وعلى فكرة انا محضر لك مفاجأة في اخر الجواب. انا كنت بزور واحد صاحبي جريح في مستشفى الاسماعيلية، وشفت سهير هناك وهي بخير وبتسلم عليكم كثير السلام. يا حبيبي.
رحت شارع 23 يوليو عند مبارة محمد علي. اشمعنى يعني عند المبارة؟ اصبر يا عمام انا هتكلم اهو. اتفضل. اصبروا بس. شوف يا سيدي، ايوه انتوا عارفين دبابات الانجليز بتتجمع هناك، والمطلوب تدمير الدبابات دي. لوحدنا؟ لا، عملية كبيرة يا عثمان. في مجموعة تانية هتشتبك مع الانجليز في نفس الوقت، الوقت اللي احنا هنقوم فيه بتدمير الدبابات، وعشان كده لازم انسق معاهم. مفهوم. يعني ازاي؟ في ممرضة بتشتغل عند الدكتور علي طبيب اسنان في بورسعيد، دي هاخد منها التعليمات. والتعليمات دي هتكون واخداها من قائد المجموعة التانية؟ بالظبط كده يا همام. انا الليلة هروح احشي ضرسي واخد التعليمات وبعد كده هنتصرف. لكن ما تنساش كمان يا ابراهيم ان في مشكلة كبيرة هتقابلنا. قصدك ايه يا همام؟ احنا طبعا هنعمل عمليتنا بالليل مش كده؟ ايوه عشان نستغل الضلمة. طب وقرار منع التجول اللي الانجليز فارضينه، محدش بيقدر يتحرك في الشارع بعد الساعة 5 المغرب. ده صحيح يا عثمان، بس ما تنسوش ان القرار ده بيستثني عربيات الاسعاف والمطافي والبوليس، مش كده؟ ايوه مظبوط. يبقى في الحالة دي مفيش قدامنا غير اننا نستعمل عربية البوليس. انتوا عارفين ان المأمور قريبي. على اي حال مش عاوزين نسمع الحوادث. الاول اروح احشي ضرسي. استنوا بقى. اي يا درسي، سناني يا شويش، يا شويش سناني في الممر. مصريين عاملين مقاومة كبيرة في البلد. انا كنت فاكر جنرال اننا يوم اتنين نخلص على كل حاجة. مصريين ملايين، شوية يرموا على عساكر منشورات، شوية يرموا رصاص، شوية يرموا كنابل. خد اقرا ده اكسام. من المقاومة الشعبية إلى أهالي بورسعيد. أيها المواطنون، إن العدو لن يستطيع التقدم خطوة واحدة خارج بورسعيد. اثبتوا وقاتلوه شبرا بشبر، ولا يتعاون أحدكم معه، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. احنا لازم نضرب جامد جنرال. هو احنا ما بنعملش كده كولونيل؟ بتعمل جنرال، بس مش كفاية ان مقاومة زي ما هي، يمكن زادت كمان. اسمع كولونيل، انا عندي فكرة كويس كتير. ايه هي جنرال؟ زي ما بيرموا علينا منشورات، احنا كمان ايه جنرال؟ احنا كمان نرمي على مصريين منشورات. اسمع كولونيل جنرال، اكتب الى اهالي بورسعيد: انتم لستم بالاطفال، لقد مضى عليكم زمن كنتم تعيشون فيه مع انجليز فرنسويين سوا سوا في سعادة. سوا سوا في سعادة. ايه رأيك كولونيل؟ هايل جنرال، هايل. ابعت مطبعة الاف منشورات وارمي على مصريين، لازم نوريهم. رحت الدكتور سنان؟ ايوه، كل حاجة جاهزة. في مجموعة تانية هتشتبك مع الانجليز زي ما قلت لكم. احنا هنستغل الفرصة ونهاجم الدبابات. والقوازب هتجينا ازاي؟ لما نوصل عند الممرة في 2 هينضموا لنا معاهم قوازب ضد الدبابات، هيكونوا راكبين عربية اسعاف. والذخيرة هتكون في العربية برضه. العملية طبعا بتعتمد على السرعة زي ما انتم عارفين. يعني بقدر لها قد ايه؟ من 2 ل3 دقايق، ده بالكتير. لأننا لازم نستغل المفاجأة على العدو، لأن أول ما تروح المفاجأة منهم هيفوقوا وساعتها يقدروا يضربونا. حد عاوز يسأل سؤال؟ أيوه، الميعاد امتى؟ الليلة الساعة 1 بعد نص الليل. يعني احنا هنتحرك من هنا الساعة 12:25. مفهوم؟ أبو خليل. أيوة يا همام. سرحان في إيه؟ في العملية؟ لا، في اللي بعد العملية. هو في حاجة بعد العملية؟ ده احنا رايحين مش عارفين هنرجع ولا لا. ربنا هيكون معانا إن شاء الله. وإيه هو بقى اللي بعد العملية يا وحش؟ الحياة لازم تمشي. الحياة عاملة زي النهر، بيجدد نفسه باستمرار. لا يا عم، ده انت دخلت في الفلسفة. يا ابني مش فلسفة ولا حاجة. كل إنسان في الدنيا دي لازم يجي عليه يوم ويفتح بيت صغير. وأنا طبعا
مش هشز على القاعدة دي. بس يا عم، ده انت وقعت اهو. طب والله ما كنت اصدق ابدا ان ابراهيم الرفاعي يفكر في الجواز. ليه بقى؟ هو انا مش زي كل الخلق ولا ايه؟ لا ما اقصدش. امال ايه؟ لكن يعني كلنا عارفين انك متجوز. انا متجوز؟ ده مين اللي قال كده؟ ايوه يا سيدي، متجوز الجيش. الله يجوز يشتغلك يا اخي. طب اقعد بقى مين دي لازم انسانه مش عاديه. ايوه فعلا، هي من الجهه دي مش عاديه. هي بالظبط الانسانه اللي طول عمري بفكر وبحلم بيها. شكلها، كلامها، ملامحها، طباعها، كل حاجه فيها، كل حاجه. طب وانت مستني ايه؟ في اي مشاكل؟ مش انت جاهز؟ مش تصبر بس لما الحرب دي تخلص. انا بقى ناوي اول الانجليز ما يطلعوا من بورسعيد اروح اتقدم لها واطلب ايدها. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. دلوقتي احنا هنستنى هنا جنب السور في الضلمه. المفروض ان عربيه اسعاف هتمر من هنا. السواق هيتظاهر ان العربيه عادي، هيقف وينزل يرفع الكبوت بتاع العربيه، وساعتها هتنزل الرجاله في الفرصه دي ومعاهم القوازل وينضموا لنا. بالظبط كده. وبعدين هنطلع مع بعض قطار فردي، واحد ورا التاني جنب الحيط لغايه ما نحصل الميدان. ساعة ما نسمع ضرب النار بتاع الجماعه الثانيه هتكون اشاره البدء لنا. همام وانا هنضرب على الدبابتين اللي في اليمين، عثمان هيضرب الدبابه الثالثه. واضح يا جماعه؟ واضح. خلوا بالكم، ده عربيه مصفحه انجليزيه، محدش يتحرك. عربيه الاسعاف اتاخرت، المفروض كانت جت من 5 دقايق. معلش هننتظر شويه كمان. يا ترى لو عربيه الاسعاف ما جاتش هنعمل ايه؟ ايه مالك يا سعاد؟ اللهم اجعله خير. استغفرك يا رب واتوب اليك. مالك يا سعاد؟ ايه اللي حصل؟ مفيش يا سيدة، انا كنت بحلم. وحلمت بايه؟ ابراهيم. ماله ابراهيم يا سعاد؟ مش عارفة، شفته في المنام. شفتيه ازاي؟ شفته بدقيقة. في دقيقة؟ ازاي؟ شفته واقف على حيطة عالية قوي وبينط منها في الهواء. اللهم اجعله خير، ان شاء الله خير. ما تقلقيش، ما انت عارفه ان الحرب خلصت. ايوه، لكن الانجليز لسه بورسعيد وابراهيم جوه البلد بيحاربهم. ربنا معاه ومع كل زمايله. بتخليكي متفائله امال يا سعاد؟ انا دايما متفائله يا سيد، لكن ساعات الانسان بتجيله لحظات ضعف، واحنا برضو قدامها ولحد. تعرف كولونيل؟ ايه جنرال؟ انا الليله سعيد خالص. عظيم جنرال، انا دايما ابقى سعيد لما جنرال يبقى سعيد، لكن اقدر اعرف ليه السعادة دي جنرال؟ اقول لك كولونيل، فاكر اقتراح منشورات اللي انا قلته؟ فاكر جنرال؟ الظاهر جاب نتيجة كبير كولونيل. ازاي جنرال؟ مش فاهم. اقول لك كولونيل، من يوم ما جينا هنا في بورسعيد كل ليلة فدائيين مصريين يهجموا علينا. مظبوط؟ مظبوط جنرال. شوف كولونيل، امبارح رمينا منشورات على فدائيين. ايه رأيك الليلة اول مرة مصريين ما يهاجموش جيش جلالة ملكة؟ ايوه ده صحيح جنرال، مظبوط. يعني نقدر نقول ان اول مرة من يوم ما دخلنا بورسعيد هنقضي ليلة هادية يا كولونيل. اما ليلة هادية صح.
صحيح. اصبر على رزقك يا عمان وانت تشوف العجب. لكن عربية الاسعاف هتيجي امتى؟ ده احنا متأخرين ساعة. لازم في حاجة حصلت في العملية كلها. المهم احنا نفضل مستخبيين في مكاننا. الموضوع محتاج اعصاب. لنا فاكرين اهو. ابراهيم، سعيد، الرجالة وصلوا. بالله على السلامة. انا هطلع وسلامكم. تعالوا ورايا. هنقرب للميدان، الجدارات هناك. لما نسمع اشتراك الجماعة التانية. يا رب خد بإيدنا ووفقنا في مهمتنا. يا رب ده احنا ما بنعتديش على حد. احنا بندافع عن نفسنا، عن شرفنا، عن وجودنا، عن أرضنا. ايه؟ ما بتردش ليه يا ابراهيم؟ كنت بتكلمني يا عمام؟ ايوه. كنت بسألك ايه شعورك دلوقتي؟ مش هتصدق يا عمام. ازاي؟ شعور بالعزة، اني برفض المهانة، بحتج على الظلم وبضرب العدوان. عرفت بقى شعوري. يلا يا رجال اضرب. هاي نوري هاي. هدف نمرة 1 الدمر. عظيم. الهدف نمرة 2 الدمر. يلا يا عثمان. أفهم من الأوصاف اللي بتقوليها لي دي عن فارس الأحلام إنها منطبقة على إبراهيم، مش كده؟ إيه؟ يعني ما بترديش؟ ايوه يا سامية، ابراهيم فعلا بيتجسد فيه اوصاف فارس احلام. خلاص يا ستي، المسألة سهلة خالص. الحرب خلصت وبكرة إبراهيم يرجع ويجي يطلبك من طنط وأنكل. الظاهر ان الحكاية مش هتمشي بالشكل السهل ده يا سامية. ليه بس؟ ولازم يبقى فيه مشاكل. ما سيبك بقى من الروايات اللي بتقريها دي يا نادي. مش حكاية روايات ولا حاجة يا سامية، اصل ماما. مالها ماما بقى يا ست نادية؟ ماما يا ستي لغاية دلوقتي ما صرحتنيش بأي حاجة طبعا. وكمان ما تنسيش ان ابراهيم ما تقدمش. ده صحيح، لكن انا عندي شعور تقدري تقولي عليه كده، حاسة ثابتة ان ماما عاوزة تجوزني حمدي. لا يا نادي، اسمحي لي بقى، انت كده بتحطي العربية قدام الحصان. ليه بقى؟ ما تستقيش الحوادث، مين عارف بكرة هيحصل ايه. اما نتيجة تجنن. 30 ثانية وكل شيء انتهى. المعدل 10 ثواني كل دبابة. هايل يا ولاد. سلام. يا ما نفسي اشوف وش الجنرال الانجليزي دلوقتي. بس تعرفوا بقى، انا ساعة ما العربية اللي فيها القوافل اتأخرت دي كانت لحظات صعبة. تعرفوا يا جماعة، في اللحظات الصعبة دي الفدائي لازم يظبط اعصابه، يحطها في ثلاجة ويثق في الله سبحانه وتعالى. انا كنت ساعتها حاسس ان ربنا شايفنا وبيبارك عملنا. وعندنا هنا 3 محابيس يا كورنيل. صيادين كانوا اعتدوا على الشاويش النبطشي وحاجزينهم 4 ايام على ذمه التحقيق. ممكن اشوف بتاع الصيادين ميجر؟ ممكن عاوز بطاقتي انت اهو. بطاقتي. قاعد المامور. خلاص. ما فيش حد تاني؟ في قوة الاسم نفسها، لكن اقدر اعرف ايه الموضوع يا كورنيل؟ انت ما سمعتش انفجارات ميجر؟ في جماعة فدائيين هاجموا دبابات عند المبرة ونسفوا 3. اساكر جلالة الملكة بيفتشوا دلوقتي كل شبه بورسعيد، لازم نقبض عليهم، مش ممكن هيفلتوا ميجر.
على السلامة يا ابني. وحشتني. ازيك يا ماما؟ انت اللي وحشتيني، كلكم وحشتوني. فين بابا؟ انا اهو يا ابراهيم. ازيك يا ابني؟ الحمد لله على السلامة. تعالى هنا قرب. سليم والحمد لله. ليه؟ حد قال لك ان جاي رأس حته ولا ايه؟ يا ألف بعد الشر، أنا بس بطمن عليك. سامح، أهلا يا ابني، الحمد لله على السلامة. الله، اللهم اجعله خير، ده النهارده يوم الأفراح. أحمدك يا رب. اهلا يا سامح، اهلا يا بطل. وحشتوني قوي، وحشتوني. اهلا يا سامح، اهلا. سهير كمان. اهلا يا بنتي، الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. استنوا بقى، انا اللي هفتح. لازم هلاقي سامي وسمير، هم اللي ناقصين. ايوه يا سمير، انا فعلا بحبها. اولا انت متأكد من شعورك ناحيتها؟ طبعا يا سمير. يا سلام، شخصيتها عجباني وفي حاجة كده بتشدني ليها. يبقى لازم يحصل هجوم. هجوم؟ هي معركة جديدة ولا ايه؟ الحياة يا ابراهيم عبارة عن معارك متصلة، سلسلة من المعارك. ايوه يا سمير، سلسلة معارك متصلة. هي دي حياتنا فعلا، وهو ده قدرنا. يعني انت رأيك اننا نتقدم؟ ايوه، بس في خطوة مهمة لازم الاول تعملها. هو مش توفيق اخوها صاحبك يا اخي؟ ألف مبروك يا ابني. وماله، ده الجواز نص الدين. يعني هتيجي معايا انت وبابا؟ طبعا، انا وابوك واخواتك كمان. بس المهم حدد الميعاد واحنا نروح نخطبها لك. واحنا بديك اليوم يا ابني. والام اكتر حاجة تسعدها انها تطمن على اولادها. ربنا يخليك يا ماما. هنقلك. الله، على فين يا ابراهيم؟ لا، رايح مشوار مهم. ابراهيم، اهلا النقيب همام، فينك يا راجل؟ الله، ده انا ما شفتكش من ايام بورسعيد. ايه كنت فين؟ تقصد من ايام الزلزالة في اسم المناخ؟ ايوه. تعرف يا همام، كانت ايام، فعلا كانت ايام حلوة، ايام الشقاوة يا ابراهيم. انا كان نفسي اقول لك حاجة يمكن ما جاتش فرصة اقولها لك ايام بورسعيد. خير يا همام؟ احنا استمتعنا حقيقي بقيادتك لمجموعتنا ايام بورسعيد يا ابراهيم. اسمع يا همام، انتم كمان كنتم على المستوى. عايز اقول لك حاجة، القائد لازم يكون قدوة للي معاه. لكن الله 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 الله، احنا مالنا بقى كده، هنقلبها جد ليه؟ وسيادتك بقى بتمد كده، رايح على فين؟ رايح اهم مشوار في حياتي يا همام. والله يا بابا انا بنقل لحضرتك اللي قاله لي. الحقيقة يا ابراهيم صاحبك ده شاب كويس وما يتعيبش. فعلا يا بابا، انا اعرفه من ايام المدرسة العسكرية. انسان فعلا اخلاقه عالية وممتاز. يعني هو ناوي يتقدم ويخطبها؟ ايوه يا بابا. من جهتي انا ما عنديش مانع. يا ترى رأيك ايه يا سوريا؟ انت عارف رأيي كويس. انا طبعا مش موافقة. مش موافقة؟ طيب اقدر اعرف السبب يا ماما؟ السبب ان حمدي متكلم عليها، وامه جت زارتني وفتحتني في الموضوع. هو ده السبب يا ابني. يا سوريا، حمدي ما تقدمش وما فتحناش في اي حاجة. يعني هو ابراهيم اللي كان فاتحنا ولا تقدم؟ طب ما هو كلمني يا ماما ومستعد يجي مع اهله اول ما نحدد لهم ميعاد. ده حتى قال لي انهم محضرين المهر والشبكة. والله انا قلت لكم رأيي،
انا امها برضو واعرف مصلحتها كويس قوي. اهلا وسهلا يا حمدي، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا طنط. فين من زمان ما حدش شافك؟ حضرتك عارفه انا كنت مسافر وجيت امبارح بالليل، وهو اول ما النهار طلع جيت على طول. اهلا وسهلا، شرفت يا ابني. طبعا يا طنط، حضرتك عارفه سبب الزياره. انا كنت قلت لماما تيجي تكلم حضرتك على نادية. حصل يا ابني، حصل. طب وحضرتك قلت لها ايه؟ ما انت عارف يا ابني، والله انا من جهتي يوم المنى هو انا هلاقي احسن منك يا حمدي البنت نادية، بس بقى يعني. بس ايه يا طنط، في حاجة؟ هو يعني ابدا ابدا يا ابني، هيكون في ايه؟ بس انت عارف. حضرتك شغلتيني كده يا طنط. هي نادية مش موافقة عليا ولا ايه؟ مش بالظبط يا ابني، اهو انت عارف بقى البنات في الزمن ده مش زي ايامنا، ما كانش الواحدة تقدر تقول ولا لا. اقدر افهم انت دلوقتي بتعيطي ليه وفلقه نفسك من العياط؟ ما فيش يا بابا، انا عايز اقعد لوحدي. يا بنتي انا عايز افهم ماله حمدي، ما هو شاب طيب واحنا عارفين. يا بابا انا اللي هتجوزه، دي حياتي انا، وانا ما عدتش في حمدي يعني. هو صحيح شاب كويس وبنات كتير يتمنوه، انا ما قلتش حاجه يا بابا، انما انا مش عاوزاه. نادية انا عاوزك تصالحيني، انا ابوكي ومحدش في الدنيا يحب مصلحتك قدي. قوليلي في حد تاني؟ لا يا بابا ابدا، بس انا مش عاوز اتجوز دلوقتي، لما اخلص ابقى افكر في الجواز. يعني ده رأيك النهائي؟ برضه يا طنط حضرتك تقدري تقنعيها. من جهتي انا هحاول يا حمدي، انت عارف انا قد ايه مقتنعه بيك. ربنا يخليكي ليا يا طنط وما يحرمنيش منك، بس اصلا انا حاسس كده ان عمي يعني. ماله عمك يا حمدي؟ لا يعني ولا حاجه، بس شايف انه مش متحمس لي يعني. ليه بتقول كده يا حمدي؟ لا انا مش عاوزاك تفكر بالطريقه دي، ان شاء الله كل حاجه هتتم. يسمع منك ربنا يا طنط. يلا يا ولاد، عاوزين نعملها مفاجأة لإبراهيم. ايوه عشان يا سهير الشمع كله جميل. وانت يا سمير هات التورته كده. ايوه هنا اهو في نص الترابيزه. تعالى يا سامي، اسمع، روح انت طلع الجيلاتي من الثلاجه. روح يا سهير. قولي لبابا يتفضل، احسن اخوك زمانه جاي. انا جيت اهو. المهم ابراهيم يجي بقى. اهو جه. انا هفتح الباب يا ماما. اهلا يا ابراهيم، انت فين؟ انا جيت اهو يا ست سهير. الله 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 الله، ايه ده؟ هو النهارده عيد ميلاد مين؟ الله، ايه ده يا جماعه؟ فهموني افهم بس. النهارده عيدك يا ابراهيم. عيدي؟ ايوه يا ابني، احنا النهارده بنحتفل بمنحك نوط الشجاعه. بس ده كتير قوي عليا يا جماعه، ده انا ما عملتش حاجه استاهل عليها النوط ده واجب عليا واديته. الحقيقه يا ابراهيم انا فخور بيك، مش انا بس، كلنا فخورين بيك يا ابني. انت رفعت راسنا لفوق، ربنا يحميك. يلا بقى يا ابو خليل، قرب على الترابيزه خلينا نطفي النور. ايوه احسن انا بصراحه بقى مت من الجوع. يلا يا اولاد، يلا يا ابراهيم، يلا اطفي الشمع.
ابراهيم. برافو يا ابراهيم، مبروك، الف الف مبروك. شكرا قوي يا جماعه، ربنا يخليك ليا يا ماما، ربنا يخليك ليا يا ماما، ربنا يخليكوا ليا كلكم. بس انا حاسس كده اني مرهق شويه. انا متشكر قوي لكم. بس طب عن اذنكم. لا ابراهيم مش على طبيعته، لازم في حاجه مزعلاه. لا ده انا رايحه اشوفه ماله. ابراهيم مالك يا ابني؟ الله، باين على وشك في حاجه مضايقاك. انا امك وعارفاك كويس. في حاجه؟ لا مفيش حاجه يا ماما، بس يمكن عاوز اقعد مع نفسي شويه. لا 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 يا ابني، انت زعلان. قول لي يا حبيبي ايه بس اللي مضايقك، يمكن اقدر اخفف عنك. طيب انا هقول لك يا ماما، لاني فعلا تعبان. انا تعبان صحيح ماما. انا ما هو كمان مش معقول يا سوريا اننا نجوز البنت الواحد مش عايزاه. البنت دي ما تعرفش مصلحتها، انا امها واعرف مصلحتها اكتر منها. اصل توفيق كلمني عن صاحبه اللي عاوز يتقدم لها. وهو فين صاحبه ده؟ والله يا حمدي مكلمني هو ومامته من مده طويله، انما اللي بتقول عليه ده ما حدش شافه. بس انا شايف ان البنت مش مياله لحمدي، دي بنتنا ولازم نراعي رغبتها برضه. وافرضي بقى ان صاحب توفيق جه دلوقتي وتقدم، نقول له انها مخطوبه لحمدي لواحد تاني، ما فيهاش حاجه. طيب عشان نقول كده يبقى لازم نبعت لحمدي نقول له، والله لو جه وتقدم رسمي يبقى خلاص. شوف يا ابراهيم يا ابني، الموضوع لا فيه زعل ولا حاجه، ده حتى الجواز اسمه ونصيب. توفيق قال لي ان حمدي ده تقريبا خطيبها، وان امها وابوها موافقين عليه. يا ماما ناديه هي النقطه اللي هعتز بيه طول عمري. وناديه نفسها رايها ايه؟ ايوه ناديه رايها مهم قوي في الموضوع. هما ما بياخدوش رايها في الحكايه دي خالص، اللي هم مقتنعين بيه هو اللي هينفذه. لا 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 اسألنا، البنت رأيها مهم قوي، لانه مهما حصل مش هيهون عليهم يكسروا قلبها يا ابني. خلاص يبقى نروح للجماعه نتقدم لهم رسمي ونطلب بنتهم، هو ده الحل. ازاي يا بابا؟ اقول لك ازاي. قوم يا ابراهيم نطلبهم في التليفون وخد لنا ميعاد نروح نزورهم نتعرف ونتكلم. حاضر يا بابا. الو. ايوه مين يا فندم؟ انا نادية. ازيك يا نادية؟ انا ابراهيم. اهلا وسهلا، ازاي صح؟ الحمد لله. اسمعي يا نادية، احنا يعني انا وابويا وامي واخواتي عاوزين عايزين نيجي نشرب شاي عندكم. نعم اوي اوي، اهلا وسهلا، اتفضل. وهو ده معقول يا نادية اللي عملتيه ده؟ طب حتى مش تاخدي رأينا قبل ما توافقي على الميعاد؟ ما هو يا ماما مش معقول يقول لي انه جاي هو وابوه وامه واخواته عشان يشربوا الشاي عندنا واقول له لا. خلاص يا سوريا خلاص، ما حصلش حاجه، يتفضلوا اهلا وسهلا، اهو تعارف والناس لبعضها. تعارف ايه؟ ما انت عارف هما جايين ليه. احنا جايين الليلة عشان نطلب ايد الانسة نادية لابراهيم ابني، وده شيء يشرفنا طبعا ويسعدنا. اهلا وسهلا على اي حال.
اهلا اهلا بيك يا فندم. انا جاي يا عمي، وكل امل ان حضرتك توافق على طلب الايد الانسه ناديه. اما امرك يحير صحيح يا ابراهيم. دلوقتي مش اهلها وافقوا على الخطوبه وقدمنا الدبل والشبكه والمهر وكل الامور تمام. ايوه كل ده صحيح. طب ايه بقى اللي مزعلك دلوقتي بقى؟ مدام ناديه بقت خطيبتي، مش مفروض ان لما اروح ازورها تيجي تقعد معانا؟ يا سيدي كل شيخ وله طريقه وكل دار وله مدار، وكلها كام شهر يا ابو خليل ونحضر فرحك وتنتهي الامور على خير ان شاء الله. اخرها المره اللي فاتت يا سمير، رحت عشان اشوفها، قعدوا معايا اخواتها وطبعا ما شفتهاش. اضطريت اكتب لها كلمتين في ورقه صغيره واديتها لها بايدها. انا لسه جايه من اسكندريه امبارح، واول ما سمعت الخبر السعيد ده جيت اهو عشان ابارك. اتفضلي. الله يبارك فيك. ايه بقى يا ستي المفاجآت دي كلها؟ ايه ده ايه كده تعمليها من ورايا؟ ده انا صديقة عمرك يا نادي. بس اخيرا حمدي اخيرا اتحرك وخطبك. حمدي؟ حمدي ما خطبنيش يا ست سامية. تقولي ايه؟ حمدي ما خطبكيش؟ انا مش فاهمه حاجه ولا ايه بقى؟ امال انا جايه ابارك لك على ايه؟ اصل ده خطبني ابراهيم مش حمدي. ابراهيم صاحب توفيق. ايوه النقيب ابراهيم الرفاعي. انا ما شفتوش مش كده؟ لا على العموم هو كان هنا من شويه. وطبعا قعدتوا تقطعوا فراوي. ابدا. تعرفي انه لما بيجي ما بقعدش معاه. ما بيقعد مع مين ان شاء الله؟ مع اخوات. شوفي يا ستي ايه لما فتحت له الباب وهو بيسلم عليا حط في ايدي الورقه دي. ايه كاتب لك فيها ايه بقى؟ انا لسه هقراها اهو. ناديه ما تتصوريش فرحتي بيكي قد ايه. اخيرا بقيت خطيبتي ومستقبلا ان شاء الله زوجتي وام اولادي. استعجل الشهور والايام عشان ما يعيش في الاكوان. انا الاسبوع الجاي في مدرسه الصعقه، انت عارف المعلم صعقه. انا بستعجل الزمن عشان اخر اسبوع يجي وانزل مصر في يوم الخميس واشوفك ولو دقيقه واحده وانت بتحكي لي. يا ست نادية قاعدة ساكتة يعني؟ اصلي بفكر يا ابراهيم. لازم فيا تمام؟ في كل حاجة حصلت، الظروف اللي جمعت. من جهتي انا فعلا بشكر الظروف. تعرف يا ابراهيم انا لغاية دلوقتي مش قادرة اصدق. مش مصدقة يا حاجة اننا خلاص اتجوزنا. احنا كسبنا المعركة يا نادية. هي كل حاجة عندك معركة. الله ما هو ده شيء طبيعي طبعا، مش انا راجل مقاتل. ربنا يحميك ويخليك ليا يا ابراهيم. معاك انت هنمضي اجمل سنين حياتك لغاية اخر عمرنا. تفتكر؟ طبعا يا ابراهيم. ليه انت مش متأكد؟ لا ابدا، بس اصله في مرة واحد شاف الكهف. الكهف؟ وهو انت بتؤمن بالكلام ده؟ ابدا. طب قال لك ايه بقى بتاع الكهف ده؟ بص الكهف كده وقال لي خط العمر عندك. سلام عليك يا ابراهيم. ايه بس لزوم الكلام ده دلوقتي واحنا رايحين اسكندريه نقضي شهر العسل؟ ما مش انت اللي بتساليني يا نادية؟ انا ما كنتش هكمل لك. قال لي ايه؟ طب وقال لك ايه تاني العجيب؟ ابدا مش هقول لك بقى، ملوش لزوم. ليه بقى؟ عشان ما تتضايقي. لا قول يا ابراهيم.
خلاص هقول، بس بناء على طلبك. قال لي اني هعيش 10 سنين بس. قريت الجواب اللي بعته ابراهيم من اسكندريه يا سعاد؟ هو بعت جواب؟ ايوه، جاني على المكتب. وريني كده، نفسي اقرا كلامه. ما تتصورش قد ايه الولد ده وحشني. فعلا يا سعاد، ابراهيم له وحشه كبيره قوي. وريني الجواب. خد يا ستي. ام الحبيبه، ابي العزيز، الايام بتجري بسرعه البرق واحنا بنقضي شهر العسل في اسكندريه. الجو هنا جميل، واللي اجمل منه نادي. ما تتصوروش انا سعيد قد ايه. كان نفسي تكونوا معايا. اخواتي وحشوني خالص. سمير اخباره ايه؟ وسامح دول وحشوني قوي، وسام كمان. سلامة خاص لسهير. فاضل لنا كام يوم ونرجع. ابراهيم. والله ده اجمل خبر سمعته يا ابراهيم. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا ماما. بس انت متاكد يا ابني؟ ايوه طبعا يا ماما، احنا رحنا للدكتور امبارح واكد لنا ان نادي عظيم عظيم يا ابراهيم. يلا بقى شدوا حيلكوا كده امال وهاتوا لنا ولي العهد، نفسنا نفرح بيه. يعني انت متاكد يا سيدي ان المولود ولد ده؟ انا عارف ان اللي جاي ولد. كل اللي يجيبه ربنا كويس. طيب وافرض يعني انه جاي بنت؟ يلا بس يجي زي ما يجي، المهم عاوزين نفرح بيكوا يا ولاد. يا حسين افندي، ما تزعلش نفسك بالشكل ده. انا فاكر قلت لك مرة قبل كده ان دوام الحال من المحال، مش حصل؟ حصل يا سيد بيه، بس الانسان ما بيقدرش يتحكم في عواطفه. ازاي هقدر انسى كل اللي بيربطني بسعادته؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان ومعاه هموم واحزان كتيرة يا حسين افندي، لكنه سبحانه اداله كمان قدرة كبيرة قوي على نسيان الهموم والاحزان دي، وهي دي في رأيي المعادلة الصعبة بتاعت الكون. 20 سنة ما فرقت السعادة، يعني انا عشت معاك اكتر ما عشت مع اهل بيتي. ازاي اقدر انسى كل ده في لحظة يا سعادة البيه؟ سعادتك بتطلب مني المستحيل. انا كمان يا حسين افندي طول عمري بعملك زي ما تكون اخويا الصغير كمان، وهيعز عليا فراق بسبب خروجي على المعاش. نعمل ايه؟ هي دي سنة الحياة. عاملين زي ديوك كده ليه؟ ليلى واخده الكوره بتاعتي وعماله تلعب بيها. طيب يا سامح ما تزعلش، ادي الكوره لاخوك يا ليلى. يا ماما الكوره بتاعتي انا كنت هو ضيعها، انا مالي بقى. يا ولاد عقلوا بلاش الدوشه اللي انتوا عاملينها دي. اهو ابوكم جه اهو، هو بقى يتصرف معاكم. اهلا يا ابراهيم، تعالى شوف ولادك دول عاملين ايه. ايه مالهم حبايبي مالهم؟ بابا سامح خد الكوره بتاعتي مش عايز يديها لي. لا يا بابا ما تصدقهاش، هي اللي خدت الكوره. بس يا ولاد بس، ولا يهمك يا سامح، انا هبعت حالا اشتري لك كوره جديده. تعالوا بقى عشان تتغدوا معايا، احسن مش هعرف اكل من غيركم. الو، ايوه موجود. دقيقه واحده، كلم المكتب يا ابراهيم. ايه
يعني حبك المكتب ما يطلبنيش الا ساعة الغدا؟ طيب. الو. ايوه يا عثمان. ايه؟ امتى؟ دلوقتي؟ طب انا جاي. مع السلامة. نادية، معلش بقى يا نادية، انا مش هقدر اتغدى معاكم. في ايه بس يا ابراهيم؟ ده الغدا جاهز على فين؟ في ايه يا بابا؟ مش هتتغدى معايا ولا ايه؟ لا يا حبايبي، باي باي يا نادية، انا في المكتب هبقى اكلمك من هناك. سلاحي زي نهر وليل صاحي ينادي يا ثوار عدونا خلي سلاحي سلاح صاحي 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 خلي السلاح صاحي 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 لو نامت الدنيا صاحي. حالة تأهب قصوى يا فندم، كل الوحدات والتشكيلات صدرت لها تعليمات التحرك لسينا. تعرف يا عثمان، انا كنت متوقع كل ده. ازاي يا فندم؟ من اول الشهر والموقف سخن على الحدود خصوصا مع سوريا، وطبعا مصر كان لازم تتحرك. معاهدة دفاع مشترك بيننا وبين سوريا. ايوه ده صحيح، بس المرة دي انا شايف ان الموضوع ده جد قوي. ده امر طبيعي يا عثمان، ساعات الواحد لما بياخد موقف جد قوي بيمنع خطر كبير كمان. واحنا يا فندم هنعمل ايه؟ طبعا هنتحرك يا عثمان مع بقية القوات، وعلى العموم انا رايح اقابل القائد اخد اخر تعليمات وارجع لك. عدونا غدار هدري السلاح السلاح صاحي 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 خلي السلاح صاحي 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 لو نامت الدنيا صاحي عالسلاحي سلاحي بالجاية نار وليل صاحي يا ثوار عدونا غدار خلي السلاح السلاح صاحي. وادي البيت فضى علينا تاني يا سيد، ما بقاش فاضل معانا غير سهير وسمير. ما تنسيش يا سعاد ان نادية والولاد منوريننا هنا، وهم برضو مالين علينا البيت. ايوه طبعا، والله سامح وليلى دول بيصعبوا عليا. ليه بقى؟ اصل ابراهيم كل شويه مسافر. ما هو بيأدي الواجب، وكل اللي بيعمله علشان مصر، عشاننا كلنا. ابراهيم وزملائه بيتعبوا يا سعاد علشان احنا نرتاح. انا فاهمه يا سيد، لكن برضه يعني. وبعدين بقى تعالي هنا، ازاي تقول البيت فضي علينا؟ هو انا مش مالي البيت ولا ايه؟ ده انت الخير والبركه يا سيد، ربنا يخليك لنا ولا يحرمنيش منك ابدا. مالك يا سعدية؟ تعبانة يا همام، حاسة بجسمي كله مكسر. معلش يا سعدية، شدة وتزول. عاوزة اقوم من السرير، تعبت من النوم يا همام، خد ايدي. يا سعدية اتحملي شوية، ما انت عارفة ان الدكتور محذرك من الحركة الكتير. ما تنسيش انك على وش ولادة. هانت يا ستي؟ هانت يا همام، هانت ازاي؟ انت فاكرني مش عارفة ان الدكتور يومها قالك ايه؟ مالك بس ومال الدكتور يا سعدية؟ ما تخلينا في اللي احنا فيه. انا عارفة الدكتور قايل لك اني مش هولد ولادة طبيعية. ايه؟ مش هتولدي ولادة طبيعية؟ امال هتولدي ازاي يا سعدية؟ تقدري تفهميني؟ بعملية قيصرية يا همام، مش كده؟ لازم فتح بطن. لا يا شيخة، ما تاخديش في بالك، المفروض انها قيصرية. وايه يعني؟ دي بقت حاجة عادية دلوقتي ولا يهمك. ده مين اللي هيجينا بالليل ده؟ روح افتح يا همام، يمكن تكون اختي فتحية جت من اسكندرية، يبقى عالي. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. سيادة القائد بعت لك تيجي معانا حالا. ليه؟ خير؟ انت ما سمعتش الراديو؟ لا ابدا. في طوارئ في الجيش، وسيادة المقدم ابراهيم بعتنا بالعربية، عاوزك حالا في المكتب. طب اتفضلوا. معلش احنا منتظرينك في العربية.
في ايه يا همام؟ ده الجيش اعلن حالة الطوارئ وبعتين لي عربية عشان اروح المعسكر. معقول؟ وهتسيبني لوحدي يا همام؟ اسمعي يا سعدية، ايوه انا هوصل لغاية المعسكر اشوف ايه الموضوع واجيلك على طول.